واش كنتي كتعرف باللي قرية صغيرة منسية وسط جبال الأطلس كانت هي مهد أكبر وأقوى إمبراطورية في تاريخ المغرب؟ هي حكاية بدات من قمة الجبل باش تسود العالم. حنا اليوم في تين ملت، هاد المكان الأسطوري اللي بدات فيه قصة الموحدين عام 1121 ميلادية. من قلب هاد العزلة خرج مشروع سياسي وديني ضخم حكم من الأندلس حتى ليبيا. ابن تومرت الفقيه اللي رجع من المشرق بأفكار توحيدية صارمة، وكتابه الشهير أعز ما يطلب كان هو الدستور اللي بنى عليه هذه الدولة العظيمة. المؤرخ الكبير عبد الله العروي كيشوف ابن تومرت قمة المهدوية الذكية. العروي كيحلل كيفاش هاد الشخصية قدرت تمزج بين العقيدة والذكاء السياسي باش تبني مفهوم الدولة لأول مرة بهذه القوة في المغرب. ف تينملت بقت هي العاصمة الروحية والقلب النابض، وتم تدفن السلاطين الكبار اللي بنوا المعجزات المعمارية مثل صومعة الكتبية والخرالدة في القرن الثاني عشر ميلادي. تينملت ماشي غير أطلال حجرية، هي ذاكرة أمة عرفات كيفاش تفرض وجودها وتصنع التاريخ لأكثر من قرن ونصف. السؤال: واش فايت ليكم زرتوا هذا المكان الأسطوري؟ شاركونا رأيكم في التعاليق. شكرا ومع السلامة.